السلام عليكم، مرحبا بكم في عالم ام ربيع. فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله باذن الله. نتمنى من هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بالناس داخل الوطن وخارج الوطن، مرحبا والف مرحبا. هانتوما ندير معكم المعلكه ديال الكوك وكاوكاو اللي كتجي رائعه وكتجي غزاله. ندوزو للمقادير. هنايا عندي واحد ربعه ديال الكوك او نص كيلو على حسب داكشي اللي غياخذ لينا هاد المقادير هادو. هنا عندي الكركاع، غادي ندير فوق منها كركاعه. عندي 8 البيضات يكونوا بحال المطبخ، يكونوا كبارين. عندي 2 كيسان ديال السنيده، ماشي 2 كيسان عامرين. هانتوما كتشوفوا هادو كيسان ديال العنبه باش عبرت، يعني كاس يكون ناقص هذاك الصبع هكاك، لان باقي غنفندوه في السكر كلاصي باش ما تجيناش حلوه بزاف. عندي 2 كيسان ديال الزيت، عندي 3 الخمارات كل وحده فيها 8 غرام. عندي واحد الساشي بنكهه الفاني. عندي هنايا كيلو ديال السكر كلاصي سبيسيال. عندي واحد 2 معالق ديال مربى المشماش من النوع المزيان باش كيعطي واحد المذاق زوين. عندي واحد 2 معالق ديال الكاكاو، هكا كاكاو غبره. عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو اللي انايا قليتو وانتم كتشوفوا ما يكونش مقلي بزاف. شوفوا اللوين ديالو هانتوما، وكنطحنوا بقشور. انا كنطحنو بقشورو كيجي غزال. هنا عندي كيلو درتو في هاد الهاشور باش غادي نطحنو. غادي نطحن هاد الكاوكاو هذا وغادي ندوزو لطريقه التحضير ان شاء الله باذن الله. هاد المعلكه ديال الكاوكاو والكوك اللي كتجي رائعه، عرفتي مذاق ديالها غزال وكتجي معلكه ما شاء الله. هنا من بعد ما طحنا داك الكاوكاو ديالنا كيجي على هذا الشكل هانتوما كتشوفوا. ما يكونش هكايا بزاف، يكون مسمد بحال هكا باش كتجيكم المعلكه زوينه. ولا بغيتو لكم الاختيار، الا بغيتو كاوكاو تنقيو النص وديروا النص هكاك راه ممكن. هنايا عندي الكركاع اللي انا قسمته على النص. عندي هنايا كركاعه وحده هكا صاينه. قلت هذه الفكره هذه نشاركها مع الاخوات. هنا الا بغيتو تقسموا كركاعه باش تبقى لكم صاينه، كتحاولوا تخشيو الراس ديال الموس هكايا في هذا الخيط سبحان الله اللي كيشد بعضياتهم بهذه الطريقه هذه، وكتحاولوا تقطعوها بهذه الطريقه هذه. شوفوا كتخرج كركاعه مزيانه. كنت كنقسم هكا الكركاع وانا نقول هذه الفكره هذه نقولها للبنات ضروري، حيت كيكون سبحان الله واحد الخيط هو اللي يشد بعضياتهم بهذه الطريقه هذه. كتحاولوا تخشيو الراس ديال الموس في هذيك البلاصه وكتحركوا الموس واحد شويه باش يقطع هذيك البليصه هذيك صافي. وكتقسم لكم الكركاع هكا على جوج باش يبقى لكم الكركاع هكا صاين الا بغيتو تزينوا به شي حاجه. قلت هذه الفكره هذه نتقاسمها معكم، اللي لا اللي ما عرفهاش يديرها. هنايا عندي واحد رشه ديال الملح، غنجيب واحد البول رشه ديال الملح. غادي ندير السنيده هكايا ناقصه شويه، كنديرها ناقصه شويه لان باقا غادي نديروها في السكر كلاصي باش ما تجيناش حلوه ثاني بزاف. ديك الحلوه بزاف ما من الاحسن. صافي هنا 2 كيسان ديال السنيده. غادي نضيف هكا هذا البيض. هنا عندي 8 البيضات اللي كيكونوا كبار. انا فايته دايره معكم هكايا المعلكه، ولكن دايرها معكم مع الحلوه اخرى، ما عرفت مع الفقاس ولا ما عرفت. المهم دايرها مع هكا، ماشي ما عندهاش فيديو بوحدها، لان البنات بزاف ملي كيطلبوني عليها كنصيفطها ليهم اولا كنعطيها ليهم كيجيو فيها هذا فيها ما كاينش بوحدها في واحد الفيديو هكا مستقل بوحدها، باش الا عطيتها لشي واحد اولا صيفطتها لشي واحد ياخذها بلا ما يبقى يقلب عليها. المهم ها نتوما راه درت البيض بسم الله. غادي نحاول هكا هذا البيض والسنيده غادي ندمجهم مزيان بهذه الطريقه هذه. ضروري هاد المعلكه كتبغي تدلاك، ضروري تدلكوها باش كتحصلوا على واحد المعلكه اللي كتجي رائعه وكتجي غزاله. والمعلكه ضروري الفران يكون عندكم هكا ديال الغاز. الصراحه الفران ديال الغاز كطلع فيه زوينه، وضروري الفران كيكون مجهد. كتشعلوه وكتخليوه يبقى مجهد مزيان حتى كيسخن مزيان. عاد ديك الساعه تنقصوا تدخلوا المعلكه ديالكم. هنا غادي نضيف داك الساشي ديال الفاني، نكهه الفاني، وغادي نضيف داك الكونفيتير، دوك 2 معالق ديال الكونفيتير. هانتوما كتشوفوا 2 معالق ديال الكونفيتير اللي يكون من النوع المزيان باش كيعطي المذاق زوين. ومنها كتعلك هاد المعلكه هاد الكونفيتير كيعلكها وكيعطيها واحد المذاق رائع كيعطيه.
هاد المقادير انت كتضيفي وانت كتحاولي تحركيهم هكايا. ما غادي نضيف الزيت، 2 كيسان ديال الزيت، راه كتخرج تبارك الله وصلاه على النبي. هاد الكوموند هذا ديال العمره خدمت فيها بحال هكا البعله، خدمت شنو اخر الفقاس، خدمت حلوه التمر، ولكن انا فايته هاد الحلاوي كاملين فايته مشاركاها معكم. داكشي علاش انا ما درتهاش معكم، وطاحت لي فكره في هاد المعلكه هادي، حيت ما كاينش فيديو بوحدها، قلت راه ندير لكم فيديو بوحدها باش تستافدوا منها بحال هكا، ماشي لا عطيتها لشي واحد بعدا ولا هزها شي واحد بلا ما يتلف لا هكا لا هكا، يمشي الفيديو نيشان وغياخدها يطبقها. غادي نحاول هكايا ندير هذاك الكاكاو على حسب، شوف نتوما على حسبكم، على حسب اللون اللي كتبغيو نتوما. الكاكاو كيبقى الاختياري، الا بغيتو تزيدوا ولا تنقصوا، هو راه ضروري كديروه، ضروري باش يعطيكم هذيك اللوين هكايا شويه مغلوق. ولكن الا ما بغيتوش ديروا ما ممكن ما ديروش، بغيتو تبقى لكم غير باللون مارو هكا ديال الكاوكاو راه ممكن ديروا، اللي ممكن ما ديروش. صافي هذه هي الطريقه باش كنخدم انايا هاد المعلكه هادي. انا غادي نزيد هادشي اللي تبقى ليا، انا بغيتها شويه تجيني هكايا اللون مغلوق. كنتمنى من الله كاع الناس اللي مشاو للعمره يجيو بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. هذا راجل اختي مشى للعمره، والله يجيبو على خير ان شاء الله يا ربي. الكوموند ديال اختي كنتمنى من الله راجلها يجي بخير وعلى خير وليداتو، والله يخلي لي صحيحته ويشافيه يا ربي. صافي غادي نبدا دابا نضيف هكايا كاوكاو والكوك. غندير الكوك الاول، الكوك كيبقى لكم ثاني وكاوكاو، ممكن ديروا نص كوك نص كاوكاو، فهمتوا؟ بغيتو ديروا بحال هكا تغلبوا كاوكاو اولا تغلبوا الكوك راه ممكن. دابا انا هنايا درت 4 كوك وداكشي تبقى كله راه غادي نديرو كاوكاو. عرفتي وكتجي هاد المعلكه هادي الا خدمتوها بهاد الطريقه هادي عرفتو كتجي رائعه كتجي. صافي غادي نحاول هكا، انا كنحط المقادير وانا نضيف كاوكاو. السر ديال هاد المعلكه هو دلكوها مزيان، كتبغي تدلاك وكتحاولوا ما ديروهاش هكايا. وغندير دابا الخمارات، كاسه ديال الخمارات، كل وحده فيها 8 غرام. صافي كنحاول ندلك هذا الخليط كامل، نبدا نخوي وندلك هكايا. هنا انتم كتشوفوا المعلكه ديالنا، هادو هما المقادير اللي عطيتكم مضبوطين. الا بغيتوا الفيديو راه غتمشيو ليه نيشان. هنا عندي كيلو ديال الكاوكاو وربعه ديال الكوك، هو اللي درت هنايا. صافي. وبالنسبه للكاكاو راني درت 3 المعالق ديال الكاكاو كبارين مقببين باش تعطيني هكايا هذا اللون. صافي المعلكه ديالنا ها صافي، هذا هو القوام ديالها. صافي غنخليها واحد شويه، واحد 5 دقائق هكاك، وغنرجع معكم ان شاء الله على ما نوجد اللاطه ديال الفران. وكتدير واحد شويه، كتلقي واحد شويه ونديروها مع نكورها معكم ونديروها للفرن. هنا من بعد ما المعلكه ديالنا نتوما كتشوفوا شدات شويه راسها. هنايا غادي نجيب الميزان وغادي نجيب هكايا المزهر فواحد الزليفه، وهنا غنجيب الميزان لانني غندير فيها 21 غرام. نتوما على حسب الميزان اللي بغيتو نتوما، ماشي ضروري ديروا هذا. عندي انا سكر كلاصي سبيسيال، عندي الكركاع هكايا باش غادي ندير من الفوق. صافي عندي واحد اللاطه اللي ضروري بابي كويسون. علاش؟ لان ملي كتبغيو تحيدوا الحلوه كيتسالي هذاك السكر كلاصي سبيسيال كامل. هنايا غادي نشعل هذا الميزان هذا، غادي ندير فيها هكايا 21 غرام اولا 22 غرام، نتوما على حسب، اولا اللي بغيتو نتوما، اولا 20 غرام. انا عندي هنايا ندير فيها 21 غرام الصراحه كتجي مزيانه، اولا 22 اللي بغيتو. صافي
بهذه الطريقه هذه كتحاولوا تقادوها صافي بهذه الطريقه هذه، ويديكم كتسردوهم في واحد شويه ديال المزهر، وكندير بحال هكايا في السكر كلاصي سبيسيال. كنبقى غادا مستمره بهذه الطريقه هذه حتى غادي ندير هكا الكميه زعما اللي تكون شويه هكايا دايره باش نعمر هذا الطبسيل هذا، نعمر هذا البول هكايا ضروري في المزهر. بالنسبه للكوك ضروري تاخذوا النوع المزيانه، النوع المزيانه باش ما ينشفش لكم الحلوه، لان الا ما كانش النوع مزيان راه كتنشف الحلوه. الا ما كانش النوع مزيان راه كتنشف لكم الحلوه. صافي غادي نبدا ندير بهذه الطريقه هذه، وعندي واحد اللاطه اللي انايا هكايا نلبسها بابي كويسون كما قلت لكم ضروري. صافي غنحاول نلبس هكايا غريبه ديالي بهذا السكر كلاصي سبيسيال، ضروري يكون سبيسيال بهذه الطريقه هذه. نبدا نحط واش كيبان لكم، كنحاول هكا نلبسها مزيان بهذه الطريقه هذه، وكندير فوق منها هكا قرقاعه. غادي نحاول نهز هاد القرقاعه، غادي ندير فوق منها قرقاعه بهذه الطريقه هذه. واش كيبان لكم شفتوا؟ كنحاول ندير قرقاعه الوسط صافي. والفران كيكون مشعله، الفران نيت يكون سخون. انا ملي كنبدا نكور بحال هكا غريبه كنشعل الفران يكون سخون، ملي كندخل اللاطه كنقص واحد شي شويه كتبدا تشقق، كنقص الفران مزيان ونخليها طيب على خاطرها. هنايا من بعد ما طابت غريبه ديالنا المعلكه كتجي ما شاء الله، كتجي رائعه رائعه. على فكره ما قلتش لكم على الطياب ان ضروري اللاطه تكون العافيه فوق منها، ضروري اللاطه كتكون العافيه فوق منها باش كتشقق. اون فوا كتشقق كطفيو ديك العافيه اللي فوق منها وكتشعلوا العافيه اللي في الفران من التحت، لانني انا عندي الغاز، عندي فران ديال الغاز عندي كيشعل من الفوق ومن التحت. انا كنشعلهم بجوج، كندير اللاطه لتحت كندير اللاطه الفوق. اون فوا ديك اللاطه الفوقانيه كتشقق كنطفي الفران صافي، وكنخليه يطيب من التحت باش طيب لي من التحت. واللي في الرف التحتاني راه حتى هي فوق من العافيه، من فوا كتشقق كنردها الفوق باش طيب من التحت. هذه هي الطريقه ديال المعلكه ديال الكاوكاو، بحال المعلكه ديال السميده والكوك. عرفتوا كتجي ما شاء الله. كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وتجربوا هذه المعلكه، لان شحال من وحده كتسولني على المعلكه. انا درت ليها الفيديو خاص باش لا بغات شي وحده تخليها ديرها وتجربها، راه ممكن تدخل الفيديو خاص بهذه المعلكه هذه. عرفتوا كي كتجي يا سلام، ما نقولش لكم كيفاش كتجي ما شاء الله. والتزيين كيبقى لكم الاختيار، ممكن تزينوا بكاوكاو ممكن تزينوا بالقرقاع، لانني انا الطلبيه مطلوبه لي باش نزينها بالقرقاع. داكشي علاش درتها معكم بالقرقاع. شفتوا هذيك عندي 4 ديال القرقاع، زدت عليها واحد 100 غرام ديال القرقاع هي اللي كفاتني. عرفتي حتى داك القرقاع كيتقرمش وكيجي ما شاء الله. كتجي هاد الغريبه كتجي معلكه. شوفوا التعليكه ديالها كيفاش كتجي معلكه وكتجي رائعه. كنتمنى من الله ما تنساونيش من واحد اللايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله يا ربي. والله يعاونكم، والفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله.